السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام. مرحبا بكم في قناة شيوات منيا إيناس، ومرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم وصفه جديده. اليوم الوصفه ديالنا عباره على كيك اللي كيجي مختلف ومغاير لباقي الكيك اليومي اللي موالفين كنديرو. هاد الكيكه بنكهه خاصه، نكهه اللي كتجي لذيذه. هو الكيك ديال الجزر والقرقاع، يعني الجوز بالنكهه ديال القرفه. كيجي كيك لذيذ لذيذ لذيذ، واحد ملي كيكون كيطيب واحد النكهه كيعطي من الفران رائعه. كيك انا متاكده الا جربتوه غادي ينال اعجابكم، وغتبقاو دائما تجربوه. هنا قدمته انا مع الكريمه ديال الجبن. مهم كيك اللي يستاهل انه يتحضر ونتناولوه مع ضيوفنا ولا مع وليداتنا. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هذا الكيك، عندنا 4 البيضات بحراره المطبخ، عندي كاس ما يكونش عامر ديال الجوز مهرمش، القرقاع مهرمش، عندي واحد 3 خيزوات محكوكين في الحكاكه الرقيقه. القلب ما نحكو غير خيزو، القلب كنحيدو عاد كنحكو خيزو. عندي هنا كاس ديال العنبه ديال الزيت، واحد المعلقه كبيره من الخل، وعندي 2 كيسان ديال الدقيق الفورس، الدقيق الابيض. عندي خماره من فئه 15 غرام اولا 2 من فئه ديال 8 غرام، وعندي الفانيلا باش غنكهو الكيك، وعندي معلقه صغيره ديال القرفه، ونص معلقه صغيره ديال السكينجبير، وقبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. وعندي كاس ديال السنيده نسيت ما حطيتوش مع المكونات، كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده. اول حاجه غناخد 4 البيضات، غنخلطهم مع القبيصه ديال الملح والسكر والفانيلا، وغنطرب هاد المكونات مزيان حتى غيضاعف ليا الحجم ديال هاد البيض، باش كيدخل ليا الهواء في البيض وكيجيني الكيك خفيف. انت كتلاحظوا اني بقيت كنطرب حتى تبدل اللون ديال البيض، ما بقاش اصفر ولا مائل للون الابيض. عاد كنضيفوا كاس ديال الزيت، وغنضيف المعلقه كبيره ديال الخل. هنا غنوجد الدقيق ديالي، غنغربلو دائما، كنغربلو الدقيق والخميره باش كينجح معنا الكيك. هنا غنضيف القرقاع ديالي ولا الجوز مهرمش، وغنضيف خيزو اللي محكوك بالحكاكه الرقيقه من الاحسن، باش ديك العصاره ديال خيزو كتلذذ لينا الكيك. كنضيف القرفه والسكينجبير. دائما كيف قلت لكم خيزو غنحكوه في الرقيقه باش كيعطيك العصاره ديالو، الماء ديال الخيزو كيعطينا نكهه رائعه في الكيك. الا حكينا غير في الغليظه ما غنستافدوش من النكهه ديال الخيزو. صافي، ومباشره غنضيفو الدقيق. ودائما ملي كنحيد الطراب الكهربائي كنخدمو بسطاتشي، حركه دائريه من الفوق للتحت من الفوق للتحت، باش الكيك يبقى محافظ لينا على الهواء اللي فيه، ويجينا خفيف ويجينا ناجح. صافي، هكا نبقى نستمر بهذه الطريقه حتى غنحصل على عجين اللي خاص بالكيك. هو كيجي شويه ثقيل، ما كيجيش خفيف. المهم انا 2 كيسان ديال العنبه اللي درت جاني هو هذاك القوام ديالو، كيف كتلاحظوا يكون بحال هذا الشكل. وغناخذوا اي مول عندكم، انا خديت هذا دائري دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغنصب الخليط ديال الكيك في المول. الفران شعلته على درجه حراره 180 درجه، وغادي ندخل الكيك الفران حتى يطيب. كنشعل عليه من الفوق ومن التحت حتى كيتحمر ليه الوجه. الكيك في الفران غنمشي غنحضر الكريمه ديال الجبن اللي غنستعمل في هذا الكيك. هنا عندي علبه ديال الكريمه من 500 مليلتر، وعندي البواط ديال الجبن. اي جبن عندكم كريمي، هنا 200 غرام. اي جبن يمكن لكم تستعملوا، فيلادلفيا، جبلي، اي جبن، ماسكاربون، انا استعنت بهذا. صافي، غنطرب هاد الكريمه، ضفت ليها شويه الفانيلا باش نكهها. انا عندي هاد الكريمه حلوه، ما كانت عندكم كريمه ما حلوه ضيفوا السكر على حسب الذوق. غادي نطرب هاد الكريمه بالطراب الكهربائي، غير نحس بها بدات كطلع، وغادي نضيف ليها الجبن. ضفت ليها، نكهتها بالفانيلا، ومباشره غادي نحس بها طلعت شويه، غادي نضيف ليها الجبن.
هنا كيف كتلاحظوا ما بقاتش سائله، بدات كطلع. غادي نضيف، ونصيحه ضروري الكريمه ملي تبغيو تخدموا بها خصها تكون بارده 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 مزيان، باش كتجيكم باش ما كتعذبكمش وكتطلع دغيا وكتعقد دغيا. الا كانت سخونه ما غطلعش مزيانه. ضروري الكريمه نجيبوها نديروها في الثلاجه تتبرد مزيان عاد كنخدموا بها. كنا مزروبين عليها غادي ندخلوها الكونجيلاتور باش تبرد بسرعه، وكنخدموا بها ديك الساعه كنلقاوها بارده وكتطلع وكتجينا عاقده وكتعطينا نتيجه ممتازه. هنا غنكه هاد الكريمه بالكراميل. كراميل كيتواتى بزاف مع القرفه والجوز. الكريمه فضلت اني نكهها بالكراميل. هنا غندوز كيفاش غادي نحضر معكم الجزر باش غادي نزين هاد الكيك اللي الكيك ديال الجزر والجوز بالكريمه ديال الجبن. هنا عندي عجينه ديال السكر فايته نزلتها معكم في القناه، غنخليها لكم في صندوق الوصف. هنا لونته بالاخضر باش نحضر دوك العريشات الخضرين ديال الجزر، والنص لونته باللون البرتقالي باش غنشكل معكم جزر اللي يتكال بعجينه ديال السكر. طريقه سهله كيف كتلاحظوا. انا شكلت هكا دوك العريشات الخضرين اللي كيكونوا في الجزر بحال هذا الشكل. كنديروا غير خيوط، كنشكل 3 ديال العريشات على هذا الشكل. طريقه سهله، وكنخليهم حتى ينشفوا. وبالنسبه للجزر شكلت كريات هكا صغار، كندير لهم هاد الطريقه هذه باش كياخذ لي هذا الشكل. كناخذ شي اداه شي مهم باش كندير حفيره فين غنثبت العريشه ديال الجزر على هذا الشكل. طريقه سهله ماشي صعيبه. وخديت واحد السكين غندير اشرطه هكا مختلفين، وحده مخالفه الاخرى. طريقه سهله باش كنزينو كتجينا شبيه ديال الجزر كيجي على هذا الشكل. الجزر حضرناه بعجينه السكر. طريقه سهله. نعاود معكم واحده اخرى وتشوفوا انه طريقه سهله باش كنحضروا الجزر. هما هادو الجزرات ديالي اللي غنزين بهم هاد الكيكه ديال الجزر والجوز. هنا الكيك ديالي كيف كتلاحظوا طابا تحمر ليا شويه من الوجه، كنت مشغوله مع الجزر كنحضر فيه، ما انتبهتش انه تحمر ليا من الوجه بزاف. المهم كيف كتلاحظوا كيجي ناجح وكيجي خفيف لاني طربته بالطراب الكهربائي. المهم الا طبقتوا الطريقه حرفيا كيف ما درت غيجيكم كيك ناجح وخفيف. صافي. هنا هاد الكيك ديالي غنقسموه على جوج. ناخذ سكين غنقسمو على جوج بهاد الطريقه. ضروري ما كنخليو الكيك ديالنا حتى يبرد شويه. هنا خديت النصف الاول هو هذا، غندير ليه واحد خطوط من الكريم كراميل باش كيجينا لذيذ. انا هذه فكره نزين نسمتو بالكريمه ديال الكراميل كانت عندي لانها كتواتى مع الكركاع والجزر. صافي. وغندير هكا كريات من الكريمه، واحد طبقه من الكريمه كندير نخرج بالبوش وريدات على هذا الشكل. الكريمه اللي وجدنا خرجتها هكا بالبوش على شكل وريدات. نستمر هكا حتى غندير واحد الطبقه كلها كريمه، ومن بعد غناخد شويه ديال الجوز مهرمش غنرشو فوق الكريمه. عاد غادي نضيف النصف الثاني من الكريمه وغنسد من الكيك وغنسد الكيكه ديالي. ما نضغطوش عليه، انا بغيت داك الديكور ديال الوريدات اللي بالكريمه يبقى لينا على هذاك الشكل لانه ما غنغطيش الكيك كله. هنا غندير واحد الطبقه خفيفه غير باش غنغطي الوجه في الوسط، غير طبقه خفيفه لاني في الجناب غندير وريدات كذلك من الكريمه. هنا ما انتبهتش ان الكاميرا وقفات. مهم كيف ما
درت طبقة خفيفة من الكريمة الوسط، درت بوريدات في الجناب بالكريمة، وما انتبهتش ان الكاميرا وقفات. المهم الطريقة باينة واضحة. هنا ملي درت 2 صفوف من وريدات ديال الكريمة، هنا خديت الكريم كراميل وزينت به الوسط ديال الكيك بواحد حركة دائرية، وغندير هكا خطوط معاكسة بواحد الكيردون. غنشكل المهم تزيين اختياري، كل واحد وكيف يبغي يزين هذا الكيك ديالو. انا شكلته هكا على شكل وريده بالكيردون، وغناخذ دوك الجزرات ديالي من بعد ما نشفوا لينا ونثبتهم فوق هذا الكيك على هذا الشكل. نتوما حرين في التزيين. انا زينت الكيكه ديالي بهذا الشكل. كيبقى لكم تزيين اختياري، كل واحد يزين باي حاجه عنده، اي حاجه متوفره. وهذا هو الكيك ديالنا، كيكه الجزر والجوز بنكهه القرفه. كيجينا على هذا الشكل، كيجي الصراحه ماشي غير في المنظر نتمنى انه ينال اعجابكم، ولكن في المذاق الصراحه كيجي رائع رائع رائع. ملي كيبدا الكيك كيطيب في الفران كتشم واحد النسمه مختلفه على باقي النكهات ديال الكيك اللي مالفين كنصوبو كنحضروا يوميا. هذا الكيك عنده واحد اللذه مختلفة ومميزة، واحد اللذة مميزة. أنا متأكدة أنه غادي يعجبكم إلا جربتوه. المهم هي دي الكيكة ديالنا اللي بالجزر والجوز بنكهة القرفة. نتمنى تعجبكم، ونتمنى تبارطاجيوها مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة، ونتمنى تجربوها وتنال إعجابكم إن شاء الله. أنا غنوريكم كيف غتجي من الداخل. نقطع معكم واحد المورصو ونشوفوها كيف دايره من الداخل. هي هذه الكيك ديالنا من بعد ما قطعناها. كاينه طبقه ديال الكيك وطبقه كريمه وطبقه الكيك وطبقه من الكريمه النهائيه. كيف كتلاحظوا كاين واحد الحبيبات كيبانوا في البرتقالي ديال الجزر، ولكن الجزر الصراحه كيجي حتى هو من الخضر اللي كتواتى معهم الحلاوه، كيجي لذيذ. المهم هذا هو الكيك ديالنا. نتمنى تجربوه، وانا متاكده انه غينال اعجابكم. وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم اللي دائما كتفرحني. وكنشكركم بزاف بزاف على المتتبعين ديالي اللي دائما كيدعموني وديما كيفرحوني. شكرا لكم بزاف بزاف. ولاول مره يلتحق بالقناه نتمنى تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي. ودمتم في امان الله، الى وصفه اخرى والى فيديو اخر باذن الله.